شافونا كالولو الفرنسي في المكان، لكن تغطية حاضرة خطيرة ليوفنتوس إلى خارج أرضية الملعب. يمكن كونسيساو من أفضل كونسيساو هدف ثاني ليوفنتوس بعد مرور ناجح وتقدم إلى الأمام، وكرة أخطأ في إبعادها مدافعي العين. تشتيت رغم وجود ضغط عالي كان من وجود من لاعبين اليوفي. المجازفة كان بعدم عملية التشتيت، خاصة انه في امكانيات. نتكلم كونسيساو اللي تكلمنا عنه بامكانياته الكبيرة. العرضية لم تكتمل. سفيان يا سفيان رايولدوز. العناوي خروج كونسيساو، لابد انك انت المتابعه وعمل عمليه الضغط لعدم التمرير. خطير، والتصويبه من يلدز، تمريره الرد من جانب كولومواني، والكره الى ضربه مرمى. اللعب خلف المحاور واضح بالنسبه كيلي. خطيره جدا، واذا ما استمر الوضع على هذا الحال الامور صعبه جدا. التسلل والرايه على هدف رابع ليوفنتوس. كولومواني خلف كوامي استمرت الأخطاء، واستغل ذلك يوفنتوس وسجل رباعية في شوط المباراة الأول. كوامي اعتقد هو نقطة الضعف الكبيرة حارس المرمى كوجو لاعب يبعد كرة غريغوريو. والتصويبة، وهدف خامس من الخطير والفنان البرتغالي.
بد المراقبه الجيده خاصه من اللاعبين المتميزين، خاصه نتكلم كونسيساو اللي مرشح حقيقه للحصول على افضل لاعب في المباراه كوجهه نظر بالنسبه لي.